النجم وفيز عاشور، اهلا بيك معانا في منصه صرمة السعوديه. اهلا بيك، اهلا بيك واهلا بيكم جميعا. موجودين معاك النهارده في الدوره التاسعه من مهرجان شرم الشيخ في المسرح، خطوه جديده للشباب في المسرح في مصر، شايف الدوره التاسعه مختلفه ازاي يا حضرتك؟ شوف انت قلت خطوه جديده للشباب. طول عمر الشباب خطوه جديده. يعني السنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها والسنه اللي جايه واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها. طول عمر الشباب خطوه جديده. يعني انا سعيد جدا ان انا كنت موجود السنه دي في لجنه المشاهده، شفت حوالي 150 عرض. رقم كبير على مستوى العالم يعني. اللي بيسعدني بشكل خاص بقى جدا وبشكل عنصري جدا كمصري ان احنا عندنا مخرجين شباب كويسين جدا جدا جدا. حط تحت جدا دي زي ما انت عاوز. رغم رغم قله الامكانيه، يعني امكانيات مش كبيره زي العروض اللي موجوده على مستوى العالم يعني. انما ده بيطمنك ان المسرح المصري كويس بالشباب المصري، يعني اللي جاي كويس 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 ان شاء الله يعني. انا وين بتكلم على مهرجان شرم الشيخ للشباب، يبقى بحث بشكل عام بنعمل فوكس على الشباب. الشباب بقى كتاب، شباب مهندسين ديكور، مؤلفين. اللي انا عاوز اقوله ان الشباب بخير. يعني مصر بخير بشبابها، لان الشباب ده هو اللي جاي. يعني هو بعد 20 سنه، هو بعد 10 سنين هو اللي هيشيل الرايه، وبعد 20 سنه هم هيبقوا شيوخ المهنه وهم اللي هيبقوا اساتذه وهكذا يعني. فطول ما الشباب كويسين مصر بخير. انا سعيد جدا، انا بحب اشوفها اصلا لان دي ايقونه بالنسبه لنا. يعني انت ما عندكيش سميحه ايوب كتير، انت عندك واحده سميحه. فكونها تبقى موجوده في المهرجان القومي، الدوره باسمها، وهنا الدوره باسمها، ده شيء مشرف جدا 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 على فكره. لان ربنا يديها الصحه والعافيه، يعني ربنا يديها الصحه. الله يرحمه، الله يرحمه. لا واحنا فقدنا قيمه كبيره جدا. اصلا انا اشتغلت مع الاستاذ حسن حوالي 4 مسلسلات. ف يعني في النهايه انت بتتعاملي مع نجم كبير جدا 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 جدا. اولا بتتعلم منه الالتزام، بتتعلم منه انك تيجي في ميعادك، بتتعلم منه انك تبقى لطيف في اللوكيشن مع الناس كلها، انك تبقى هذا النجم الكبير جدا اللي احنا كلنا اتربينا على افلامه، شديد التواضع مع الكبير ومع الصغير ومع العامل ومع اللي بيشيل كابل الكاميرا، راجل شديد التواضع. فاحنا كلنا كنا بنحبه. ربنا يرحمه برحمته يعني. طبعا ما هو بقى خد بالك ان برضه المهرجان النقابه عندنا ده مهرجان ينتمي لمسرح الشباب، لان معظم اللي كانوا شغالين فيه كلهم شباب خارجين بعد على الفنون المسرحيه على فكره. يعني هو اللطيف ان هؤلاء الناس كلهم خريجين فنون مسرحيه، يعني دي شغلتهم، يعني ده تخصصهم ان هم ممثلين مسرح. فده برضو كان مهرجان من المهرجانات المهمه جدا وصح جدا جدا جدا. برضو يقول لك ان الشباب بخير وسيظل بخير ان شاء الله. لا انا مش موجود معاكم في المسلسل. ان شاء الله في جزء تاني مع علاء الحضر ان شاء الله. لسه ما اقدرش اقول لك اي تصريحات. ايه؟ لا ليه ما كل سنه في مسلسل صعيدي تقريبا، يعني مسلسل واحد كفايه يعني. انت عاوز مسلسل واثنين وثلاثه. انت بتحب الصعيدي، انا بحب الصعيد انا كمان يعني. انا بحب الصعيد وناس الصعيد يعني. يا ريت اتعمل 4 5 مسلسلات صعيد، يا ريت. طب استاذ عايزين نشوفك بقى في السينما بقى. ربنا يسهل.